غنت الفتاة الصغيرة أغنية تليق بملكة بوب، ولكن والدتها البيولوجية منحتها علامة 0 علنا فقط لتضمن فوز ابنة حبيبها الأول بسهولة. لم تكن تعلم أن علامة 0 القاسية تلك قد أطفأت إلى الأبد آخر أمل لدى الفتاة في الحصول على محبة أمها. أمسكت بيد الرجل بصمت وقررت التخلي عن المشاعر التي لا يمكنها الوصول إليها. قبل سنوات أحب الرجل تلك المرأة بعمق، لكن بعد الزواج لم تعتبره أبدا زوجا، ولم تسمح للفتاة الصغيرة بأن تناديها أمي. كانت أمنية الفتاة الوحيدة هي أن تأتي أمها لمشاهدتها تغني على المسرح، لكن الأم لم ترفض ببرود فحسب، بل سخرت أيضا من جرأتها واستدارت لاستقبال حبيبها الأول وابنته بحرارة. أدرك الرجل على الفور أن جميع الألعاب التي لعبت بها الفتاة لسنوات كانت مجرد فضلات تم التبرع بها من قبل الآخرين، ورؤية أن 10 سنوات من مشاعر الفتاة ذهبت سدى. جثى على ركبتيه أمامها وسألها عما إذا كانت تريد مغادرة هذا المنزل معه، لكن الفتاة لم تستسلم، لأنها بعد كل هذه السنوات كانت لا تزال تأمل في أن يتم الاعتراف بها وأن تناديها أمها بأمي لمرة واحدة. اتفقت الفتاة على الفور مع الرجل، سيعطيان الأم 3 فرص أخرى، وإذا لم تتلقى ردا فستغادر إلى الأبد. بعد ذلك طلبت الفتاة من أمها مرة أخرى الحضور لمشاهدة مسابقتها خلال اليومين القادمين، ولكن باعتبارها نجمة بوب ديفا كانت الأم تحتقر مثل هذه المسابقات الصغيرة. في تلك اللحظة عرضت ابنة الحبيب الأول المشاركة راغبة في الفوز بالجائزة. علم الأب أن تلك الفتاة لا تملك موهبة، فتظاهر بأنه مصاب بالبرد ولن يقدم فقرة، لكن المرأة أكدت أن لديها حلا. كان حلها هو أن تغني الفتاة الصغيرة بدلا من الطفلة الأخرى، ودافعت عن ذلك بالقول إنه بما أن ابنة حبيبها الأول تناديها أمي فعليها تحمل المسؤولية، في حين أن الفتاة الصغيرة لديها الكثير من الكؤوس وفقدان واحدة لن يؤثر عليها. غضب الرجل وقال إنه إذا لم تكن الفتاة الأخرى موهوبة فلا ينبغي لها المنافسة، لكن المرأة تلاعبت به عاطفيا ووعدت بأنه إذا وافقت الفتاة الصغيرة على الغناء بدلا من الأخرى فإنها ستقف معها على المسرح في الجولة التالية. وافقت الفتاة الصغيرة مبتهجة وعقدت إصبعها الصغير معها لتأكيد الوعد. بسرعة كبيرة حان دور ابنة الحبيب الأول، ومن غرفة الانتظار أوفت الفتاة الصغيرة بوعدها وغنت بدلا منها. لقد سحر صوت الفتاة الصغير العذب الجمهور بأكمله، بل وأذاب جزئيا قلب المرأة المتجمد. تذكرت جميع المرات التي جاءت فيها الفتاة إليها بمقطوعاتها الموسيقية، لكنها كانت ترفض ببرود دائما، وأدركت مدى سوء الأم التي كانت عليها. ومع ذلك انتهز حبيبها الأول هذه الفرصة لتسميم أذنيها قائلا إن الأغنية بسيطة جدا، ومن المؤكد أن الفتاة تخفي أغنية أقوى لتتألق بها لاحقا فقط لتقليل من شأن ابنتها. انطفأت شعلة الحنان الرقيقة التي اشتعلت للتو في قلبها على الفور. عندما انتهت الجولة الأولى رفضت الغناء مع الفتاة الصغيرة متحججة بدورها كحكمة، وبدلا من ذلك وافقت على الوقوف بجانب ابنة حبيبها الأول. حطم هذا المشهد قلب الفتاة الصغيرة، على الرغم من أنها ما زالت متمسكة بالأمل في أن أمها ستبدأ في محبتها عندما تسمع أغنيتها التالية. بسرعة كبيرة حان دور الفتاة الصغيرة، وكانت الأغنية المختارة هي من رباني ومن منحني الحب. عندما رأت المرأة على وشك التأثر أومأ لها حبيبها الأول لابنته، فقامت الفتاة بعض يدها حتى سال منها الدم، وأشارت إلى الجرح للمرأة متهمة إياها بأن الفتاة هي من عضتها في غرفة الانتظار، وقالت إنها هددتها بالانتقام إذا تكلمت. عندما سمعت المرأة ذلك قررت معاقبة الفتاة، على الرغم من أن الحكام والجمهور ذرفوا دموعا من التأثر. أعطتها 0 متذرعة بأنها تسعى لكسب التعاطف من خلال الأغاني المليئة بالمشاعر، ولكن عندما غنت ابنة الحبيب الأول أغنية عن العائلة أعطتها العلامة الكاملة. ثار غضب الجميع وصرخوا من الظلم، لكن لم يجرؤ أحد على الاعتراض لأنها كانت الديفا والحكم الرئيسي. ذلك التصرف القاسي كسر قلب الفتاة الصغيرة، فقامت سرا بتسجيل الفرصة الثانية، وعلى الرغم من حصولها على 0 إلا أن موهبتها أبقتها في المقدمة، متفوقة بفارق كبير على ابنة حبيبها الأول. كان الرجل غاضبا بينما شعر حبيبها الأول بالقلق،
لكن المرأة كان لديها فكرة غريبة، وعندما انتهت المسابقة دخلت غرفة تبديل ملابس الفتاة وابتسمت أولا مهنئة، ثم انحنت معتذرة وأمرت بإحضار كعكة مانجو، لكن ما قالته بعد ذلك صدم الفتاة تماما.